بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة ويا عالم الأسعار هتوصل لحد فين تاني، جايب لك النهاردة أفضل الموبايلات اللي من 10000 لحد 15000 جنيه. فلو معاك فلوس وعايز تشتري موبايل فقرار التأجيل حاليا معناه إنك ممكن تدفع 1000 أو 2000 جنيه زيادة في نفس الموبايل كمان كام أسبوع. عشان كده نصيحة، لو هتشتري انجز الفترة دي واشتري اللي أنت عايزه علشان بعد كده ما تتصدمش من الأسعار اللي هتزيد. عايزك تركز معايا كويس في الفيديو ده، وسريعا طبعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدأ على طول. أول موبايل معانا هيكون من سامسونج واللي هو الاي 17 نسخة ال 5G. لما نبدأ نشوف الديزاين والخامات بتاعه الموبايل ده هنلاقي هنا ان سامسونج بتلعب على حته المتانه شويه، وده لان الموبايل كله هنا بلاستيك، بس بلاستيك يستحمل شويه، تحس انه ناشف كده في ايدك وبيستحمل الخبطات. وزنه 192 جرام متوازن في ايدك، بدعم لك طبعا شاشه حمايه الاي بي 54 يعني يستحمل لك طشره ميه او يجي منك وجعه خفيفه، هتلاقي ان الموبايل تمام ما فيهوش اي حاجه. اما لما نروح نشوف الشاشه فهنا بقى التناقض. سامسونج لسه مصممه برده على شكل النوتش القديم اللي بياكل حته من الشاشه ده وبيعصب ناس كتير، بس علشان يصلحوك يعني فهم حطوا لك شاشه سوبر اموليد الوانها حرفيا ممتازه، بتوصل معاك ل 90 هرتز، والاهم طبعا ان عليها اقوى طبقه حمايه في العالم الكورنينج جوريلا جلاس فيكتاس، فلو جه على الشاشه ولا حاجه نسبه الكسر هتكون قليله جدا. فبصراحه من ناحيه الكواليتي والسلاسه هتاخد شاشه خرافيه. اما لما نشوف المعالج فالموبايل هتلاقيه شغال بمعالج الاكزينوس 1330 وده جايب معماريه 5 نانو، وبعيدا عن سمعه الاكزينوس فالمعالج ده في الفئه دي يعتبر ممتاز، وده لانه بيوفر كويس في البطاريه وما بيسخنش بسهوله، والاهم طبعا انه داعم لشبكات ال 5G، فدي نقطه ميزه في سعره. ومن ناحيه الاداء والالعاب والكلام ده كله فمش هتواجه معاه اي مشاكل، بس لو هتتجد زياده عن اللزوم في الالعاب فما انصحكش بيه، ممكن تشوف الموبايلات الجايه هتلاقيها افضل بكتير في الالعاب. اما لو نشوف الكاميرات فهتلاقي عندك في الظهر هنا 3 كاميرات. الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل ودي فيها مثبت بصري OIS هينفعك بنسبه كبيره لو انت بتصور كتير، والكاميرا الثانيه 5 ميجا بكسل ودي كاميرا الالترا وايد، والكاميرا الاخيره 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الماكرو. اما الكاميرا السيلفي فدي 13 ميجا بكسل. ومن ناحيه الفيديو فتقدر تصور فيديو من الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه لحد فول اتش دي. نسيب بقى الكاميرا ونروح للبطاريه، واللي هنلاقيها هنا زي ما احنا متعودين 5000 ملي امبير بتكمل معاك اليوم مستريح، بس سرعه الشحن اللي ما زالت لسه ضعيفه 25 واط، فالموبايل هياخد منك شويه وقت حلوين علشان يشحن. كمان من ناحيه الصوت فانت عندك سماعه واحده مونو، صوت الموبايل عالي وكويس نقي، بس لو كان استيريو بصراحه كان هيبقى افضل بكتير، وطبعا ما عندكش منفذ السماعات 3.5 مللي فهتعتمد على السماعات الوايرلس. عندك كمان البصمه شايف زر الباور ودي ادائها اسرع بكتير بالنسبه للبصمه اللي تيجي تحت الشاشه من سامسونج، وعندك طبعا كل المستشعرات اللي انت عايزها كمان مع دعم ال NFC. اما اهم ميزه حرفيا في الموبايل ده في الشركه التانيه تعملها غير سامسونج، وانك تقدر تاخد 6 سنين سوفت وير ابديت، فالموبايل ده هيفضل عايش معاك كام سنه حلوين. ده غير انه بيجي لك كمان بالاندرويد 16 مع واجهه سامسونج ال1 UI 8 ودي كده واجهه محترمه ما فيهاش نقاش. اسوأ عيب في الموبايل ده ان العلبه بتاعته بتيجي فاضيه ما فيهاش اي حاجه غير الموبايل ووصله الشحن ودبوس السيم كارد، فتحتاج انك تزود ميزانيتك 1000 جنيه كمان علشان تقدر تشتري باقي مكملات الموبايل. وعندك هنا منه نسختين، نسخه 128 مع 6 رام ودي بسعر 9500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 11300 جنيه، وده يعتبر من ضمن الموبايلات اللي لسه ماسكه سعرها وما زادتش في الفتره الحاليه، لكن ممكن لو انت بتشوف الفيديو بعد فتره ممكن تلاقي الاسعار زادت. المهم خلينا نروح لتاني موبايل معانا وهو الانفينكس نوت 50 اس. الموبايل ده بصراحه انا برشحه كتير جدا للناس اللي بتحب الشياكه وفي نفس الوقت بتلعب كتير، بس في الاول خلينا نبدا بالتصميم اللي جايب شكل روش، وكمان في لمبه اشعارات في الظهر بتنور طبعا مع المسجات اللي بتجيلك او الالعاب، فلا هي بتديك شكل شياكي اكتر. ووزن الموبايل خفيف 180 جرام ومقاوم لقطرات الميه كده باي بي 64، فنقدر نقول من ناحيه الحمايه فهو متوازن. اما الشاشه فهي شاشه فلاج شيب حرفيا، وده لانك زي ما انت شايف هتلاقيها شاشه كيرف، كمان مش حارمينك وجايبينها لك اموليد، وبتوصل معاك لل 144 هرتز وده رقم مرعب. فلو بتلعب ببجي فالنعومه هنا هتديك افضليه على اي حد بتلعب قصاده، ده غير ان السعر الشاشه هنا بيوصل ل 1300 نتس، فحرفيا الشاشه دي ما فيهاش كلام. اما لما نروح للمعالج فامسك عندك بقى، المعالج هنا جاي من دايمنسي 7300 التيميت وبمعماريه بتوصل لل 4 نانو، فهنا دقه تصنيع خرافيه بتطلع لك اداء جبار في الالعاب الثقيله، وده من غير ما الموبايل يسخن منك او يقلل فريمات. ما بالك بقى مع الاستخدام للمهام اليوميه والسكرولينج فهتلاقي الموضوع سلس معاك بشكل كبير. اما لما نروح للكاميرات فانت عندك العدسه ال 64 ميجا بكسل اللي جايب مستشعر من سوني محترم، والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالماكرو، والكاميرا السيلفي 13 ميجا بكسل. والاهم في الكاميرات بصراحه انك تقدر تصور فيديوهات لحد 4K، ايوه اخرها 30 فريم في الثانيه، بس بصراحه الموبايل ده ممتاز في تصوير الفيديو من ناحيه انه بيديك كواليتي نظيفه. المشكله البسيطه بس انك ما عندكش مثبت بصري فهتحتاج انك تثبت ايدك كويس وانت بتصور. نروح نشوف حاجه زي البطاريه واللي هتلاقيها معانا هنا 5200 ملي امبير ومعاها سرعه شحن 45 واط، يعني هتفصل اللعب تحطه على الشاحن يرجع لك فول تانك في اقل من ساعه وربع. ولما نروح لحاجه برده زي السماعات فتلاقي هنا ان السماعات جايه ستيريو وتديك صوت محيط مجسم كويس، خليك تسمع خطوات العدو في الالعاب يمين وشمال بمنتهى الدقه. البصمه كمان جايه مدفونه تحت الشاشه، والمستشعرات كلها جايه هاردوير شغاله كلها زي الفل، وبرده ضايفين لك كام ميزه كده في الموبايل علشان يدوك يعني شياكه تكون مميزه عن اي حد ماسك اي موبايل تاني. والفكره هنا ان هم عاملين حركات كتير بالاي اي بالتعاون مع ديب سيك، وده علشان يظبط لك الصور ويوفر لك في البطاريه
البطاريه، وكمان الموبايل فيه مستشعر الاي ار علشان تتحكم بيه في اي جهاز الكتروني. من اسوأ العيوب اللي فيه انه ما ينفعش انك تركب له كارت ميموري، والتحديثات بتوصل لسنتين بس اقدر اقول لك ان بعد السنتين دول تقدر تعيش بالموبايل سنتين او 3 كمان، ودي حاجه في الاول وفي الاخر ترجع لاستخدامك انت. وعندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 13500 جنيه، وطبعا العلبه متكامله مش هتحتاج انك تشتري عليها اي حاجه ثانيه. ودلوقتي نروح لثالث موبايل معانا واللي هنرجع له لشركه سامسونج، وهنلاقي معانا الاي 26 5G. اول ما تمسك الموبايل ده تحس بالفلوس اللي دفعتها فيه بصراحه. ظهر ان الجزاز الفخم شويه مش بلاستيك زي الاجيال بتاعت سامسونج اللي فاتت، والميزه الاشرس هنا انه مقاوم للميه والغبار بشهاده الاي بي 67، يعني حرفيا لو وجع منك في حمام السباحه المتر ونص هتطلعه تكمل بيه ومك عادي جدا. اما طبعا من ناحيه الشاشه فانت واخد شاشه من سامسونج ما فيهاش نقاش، سوبر اموليد 120 هرتز، الوانها كونتراست عالي جدا وتفاصيلها رهيبه للافلام او المسلسلات اللي انت بتسمعها، وعليها حمايه من الفيكتاس بلس. بس العيب الوحيد هنا ان لسه النوتش الرخم موجود بتاع سامسونج القديم ده، لكن غير كده الشاشه ممتازه. ولما نروح للمعالج فهتلاقي المعالج هنا جاي من الاكزينوس 1380 وده جايب معماريه 5 نانو. هو بصراحه معالج يعتمد عليه ومستقر جدا وممتاز في التصفح او المهام اليوميه الثقيله، وهيلعب برضه ببجي كويس 60 فريم، بس مش الافضل بصراحه في حته الالعاب دي لو انت هتضغط عليه. اما لما نروح للكاميرات فانت هنا بتاخد تجربه كاميرات متكامله. عندك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بمثبت بصر او اس، وكاميرا واسعه الترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الاخيره 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الماكرو. اما الكاميرا السيلفي فدي 13 ميجا بكسل وتقدر تصور فيديوهات لحد 4K مش فول اتش دي زي الاي 17 بس اخرك 30 فريم في الثانيه. البطاريه هنا كمان 5000 ملي امبير اور بتكمل معاك اليوم مرتاح، وسرعه الشحن لسه ما زالت زي ما هي 25 واط. ولما نروح للسماعات فانت عندك سماعه واحده مونو برضه للاسف مش ستيريو، بس هرجع واقول لك ان صوتها كويس. ومن ناحيه المستشعرات فانت عندك البصمه لسه جايه برضه في زر الباور وادائها ممتاز، وخد بالك هنا ان مستشعر التقارب اللي بيقفل الشاشه في المكالمات ده جاي سوفت وير فممكن يعلق معاك، بس نادرا لما ده بيحصل في سامسونج، هتلاقي معاك كده شغال زي الفل. وطبعا الموبايل جاي لك باحدث سوفت وير من سامسونج، وكالعاده معه وعد ب6 سنين تحديثات. هتنسى بعد ما تشتري انك تشتري موبايلات تانية الفتره الجايه اطلاقا. والعيب القاتل كده ان العلبه فاضيه تماما ما فيهاش حاجه زي ما احنا متعودين من سامسونج. لما نروح للاسعار فانت عندك هنا منه النسختين، نسخه 128 مع 6 رام ودي بسعر 12400 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 14400 جنيه. لكن لما نروح لرابع موبايل معانا ونرجع برضه لشركه انفينكس فنلاقي هنا معانا الانفينكس نوت ايدج. وبصراحه لو انت واحد بتحب الحاجات الترندي والموبايل اللي شكله من بعيد يخطف لك العين فلا اركز معايا هنا شويه. الموبايل ده تحسه موس في ايدك حرفيا، رفيع جدا 7.2 مللي، وكمان في الديزاين في لمبه اشعارات RGB بتنور لك كده بالوان مختلفه على حسب ما انت تخصصها يعني، وزرار اضافه في الجنب كده تقدر تبرمجه انه يفتح لك كاميرا او يفتح لك كشاف على حسب برضو ما انت تخصصه عايزه يفتح لك ايه. اما لما نروح للشاشه فهنا برضو الشاشه خرافيه، جايه كيرف في قمه الشياكه بصراحه، واموليد الكواليتي بتاعتها بتوصل لل 1.5K، فالدقه دي حرفيا بتخلي الايقونات والخطوط اللي في الموبايل حاده جدا ومش هتشوف بكسله نهائي. ده غير ان السطوع الفعلي بتاع الشاشه دي بيوصل معاك لحد ال 1400 نيتس، بيخليك تقدر تشوف شاشه الموبايل دي تحت اشعه الشمس بكل وضوح. اما من ناحيه المعالج فالموبايل جايب من الدايمنسيتي 7100 وده جايب معماريه 6 نانو، اداؤه كويس ومستقر، بس لو قارنته باخوه الانفينكس نوت 50 اس هتلاقي النوت 50 اس هنا بيتفوق عليه شويه في الالعاب. فتقول ازاي الموبايل ده اغلى؟ هقول لك استنى عليا شويه لان في كام ميزه هعرفك عليهم كمان شويه. فالمهم من ناحيه استخدامك اليومي مش هتشوف مع الموبايل ده اي مشاكل. لما نروح نشوف الكاميرات فانت تلاقي عندك هنا الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل والكاميرا السيلفي 13 ميجا بكسل، وهنا بصراحه مش متكين شويه على حته الكاميرات دي على قد ما هم مركزين مع اوبشنات وميزات تانية، بس في الاول وفي الاخر هتقدر تاخد صور كويسه طول ما انت بمصدر اضاءه كويسه. كمان احنا متعودين على طول ان احنا من انفينكس نقدر نصور فيديوهات 4K، لكن انت هنا بتقدر تصور فيديوهات لحد ال 2K بس، ودي برضو ما زالت ميزه مش عيب. اما لما نروح لحاجه زي البطاريه فهنا التركه بقى، البطاريه هنا بتجي لك ب 6150 ملي امبير اور، بس بصراحه على ارض الواقع في الاستخدام الفعلي ادائها مش اقوى حاجه وما بتكملش اليومين زي ما احنا متوقعين منها. البطاريه دي معاها شاحن 45 واط، وفي المجمل البطاريه دي ما زالت كبيره، بس هتحس مثلا انها بقيمه بطاريه ب 5500 ملي امبير، وده في حاله لما تضغط عليها يعني، ده للناس اللي عايزه تكمل بها اليومين. المهم خلينا نسيب البطاريه ونروح للسماعات، واللي هتلاقيها هنا جايه ستيريو وجايه من نوع JBL، وصوت الموبايل ده عالي ونقي وهيبسطك لو انت بتلعب العاب او بتشوف بقى افلام او مسلسلات كتير. البصمه كمان هنا جايه تحت الشاشه، والميزه اللي حرفيا مش هتشوفها في اي موبايل تاني بسعر يمكن اغلى منه 5000 جنيه مثلا، وهي ان الموبايل ده داعم معاك للاي سيم، وده يمكن ارخص موبايل في مصر بيقدم لك الميزه دي دلوقتي. عشان كده هم مش مهتمين مثلا بالكاميرات على قد ما هم مهتمين بالبطاريه ومهتمين بالاي سيم. بس المهم خلينا نروح للاسعار، واللي تلاقيها هنا نسخه واحده 256 مع 8 رام وبسعر 14000 جنيه، وطبعا العلبه متكامله مش هتحتاج انك تشتري عليها اي اضافات تانية. اما لما نروح للموبايل الاخير معانا فهنلاقيه من شركه شاومي واللي هو الريدمي نوت 15 نسخه ال 5G. هتشوف الموبايل ده من ناحيه الديزاين فهتلاقيه موبايل متين مقاوم للصدمات لحد مترين الا شويه كده، ومقاوم للغبار والميه بشهاده الاي بي 66، ووزنه هنا خفيف 178 جرام، ومسكته في الايد مريحه. ده غير رصه الكاميرات اللي على فريم دائري ده بيدي لك شكل شياكي اكتر. اما لما تشوف الشاشه هتلاقيها بكيرف اموليد
120 هرتز، بس السطوع هنا بيوصل ل 3200 نتس، وما اظنش ان ده بصراحه رقم فعلي، بس اقدر اقول لك انك لو واقف في عز الظهر حرفيا فهتبقى شايف الشاشه منوره في وشك كانك قاعد في الضلمه. ومن ناحيه المعالج فانت عندك المعالج هنا جاي من كوالكوم سناب دراجون 6 جين 3، وده اللي بيجي لك ب 4 نانو، فبصراحه تاخد منه اداء جبار وسريع جدا وموفر معاك في الطاقه بشكل كبير. اما من ناحيه الكاميرات فاحنا عارفين شاومي ملكه التفاصيل. الكاميرا الاساسيه الخلفيه طبعا 108 ميجا بكسل مع مثبت بصري او اس، بتديك تفاصيل مرعبه لما بتعمل زوم في الصور، بس العيب هنا ان تصوير الفيديوهات ال 4K هنا ما فيهاش ثبات، اما لو هتصور فيديو سيلفي فاخره هنا فول اتش دي بس. الكاميرا الثانيه في الظهر برضه جايه 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد، والكاميرا السيلفي جايه 20 ميجا بكسل. لما تشوف البطاريه هنا فهتلاقيها كويسه 5520 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه شحن 45 واط، وتكمل معاك اليوم ونص لو انت بتضغط كمان على الموبايل. ومن ناحيه الصوت فانت عندك سماعات ستيريو جايه بالدولبي اتموس، تديك صوت مجسم جدا فمش هتواجه مع السماعات اي مشاكل. البصمه كمان جايه تحت الشاشه، بس مستشعرات التقارب لسه مازال سوفت وير كعاده شاومي، لكن باقي المستشعرات جايه هاردوير. شاومي هنا كمان بتوعدك ب4 سنين تحديثات، ودي نقطه ميزه بصراحه تخلي لك الموبايل ده يعيش معاك مده محترمه من غير ما تفكر انك تشتري موبايلات تاني من بعد ما تشتريه بفتره كويسه. وكمان في NFC ومستشعر الاي ار بلاستر، والعيب السخيف شويه هنا ان الموبايل بيسخن بشكل ملحوظ لما بتضغط عليه. وخلينا دلوقتي نروح للاسعار، واللي هتلاقي عندك هنا منه نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 15000 جنيه، والنسخه الثانيه 512 مع 12 رام ودي بسعر 19000 جنيه، وطبعا العلبه متكامله والنسخ دي ضمان محلي. وزي ما انت ملاحظ ان في زياده ملحوظه في الاسعار، فعلشان كده ما تعتمدش بشكل كامل على الاسعار اللي انا عرفتها لك في الفيديو ده، وده لان بشكل كبير الفتره الجايه الاسعار هتتغير تماما، فعايزك برضو تتابع الفيديوهات الجايه اول باول، عشان برضو لما الاسعار تتغير فهتلاقيني بقول لك الاسعار الجديده اول باول في الفيديوهات. المهم دلوقتي خلينا نديك الخلاصه على حسب استخدامك تشتري ايه بالظبط. وخلينا نبدا معاك واقول لك لو انت عايز استقرار، عايز كاميرات بتصور لك فيديو رايق، موبايل يعيش معاك 6 سنين مستريح لكن ميزانيتك محكومه، فاقول لك روح للسامسونج A17 نسخه ال 5G. اما لو انت واحد جيمر وهدفك العابه بس وعايز اداء يخليك تشتري الموبايل وتنسى اي موبايلات تانية بالمعالجات اللي فيها، فاقول لك روح على الانفينكس نوت 50S، هتلاقيه ممتاز في الالعاب وفي الاستخدام اليومي ومن ناحيه الشياكه عموما. اما لو انت واحد باجي هدفك الخامات البريميوم يعني خامات من الجهاز وعايز فخامه وتنزل بالموبايل ده الميه، فاقول لك روح للاي 26 اللي هيستحمل معاك لو انت واحد يعني بتحكمك ظروف شغلك بره كتير، وكمان الموبايل بيعيش معاك مده محترمه ب6 سنين تحديثات، فده هيكون انسب خيار ليك. اما لو انت واحد بتحب الروشنه اكتر وعايز شاشه باعلى كواليتي حرفيا ممكن تشوفها وكمان يهمك الاسم، فلا يا باشا انت عليك وعلى الانفينكس نوت ايدج. لكن لو هدفك انك تشتري حاجه ب 15 مقفوله ومعاك ميزانيه مساعدك شويه وعايز اقوى شاشه مع اقوى كاميرات بتفاصيل كتير، بطاريه برده محترمه، فاقول لك خلاص ادفع زياده وهات الريدمي نوت 15 نسخه ال 5G. وطبعا نصيحتي ليك في الاخر هقول لك ان الاسعار ما تستناش حد، لو محتاج موبايل الفتره دي فانزل اشتري على طول علشان ما حدش ضامن الفتره الجايه فيها ايه. ولو انت لحد دلوقتي لسه محتار فاعرف انت تحت في الكومنتات ايه ميزانيتك وايه استخدامك وانا ارشح لك افضل موبايل مناسب ليك. تقديرا طبعا لمجهود الفيديو ده ما تنساش لايكك وسبسكرايبك وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول، وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.